ازيكم؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير، واهلا بيكم النهارده في فيديو جديد وفيديو مختلف. بس النهارده برضو للشركه الهندسيه مهندسين مصر بيعملوا حرفيا عظمه. شقه النهارده حلوه جدا جدا. شقتنا النهارده من مدينه الزقازيق، واتفرجوا بقى على جمال الشراقوه في الشقه دي والشياكه. تفاصيل حلوه جدا في الفيديو. حطوا لنا لايك للقمر ده، واللي اول مره يشوفنا في القناه يا ريت تشترك معانا، تستفيدوا جدا من الافكار اللي بنقدمها والديكورات. لو عروسه بتجهزي او ست بيت بتجددي بيتك. ومعانا النهارده زي ما حضراتكم شايفين مهندس احمد شوقي من جروب شوقي للتشطيبات شركه مهندسين مصر. هحط لكم لينك صفحه الفيسبوك، وده ارقامهم لو حابب يتواصل معاهم. بيستلموا الشقه من حضرتك طوب احمر، وبتسلموها بقى جبسن بورد واساس وتشطيبات وادوات كهربائيه ورخام وجرانيت. كل التفاصيل دي هم بيعملوا العظمه دي. عندنا هنا الريسبشن، بصوا كده، في صالون، وفي سفرة، وبعدين في جزء تاني الليفينج، قطعة مختلفة. بصوا بقى هنا التفاصيل، شايفين النيش الصالون قمر حلو قوي، اللون الجراي مع درجات الكشمير حلوين جدا الاتنين. هو الصالون مازج ما بين الكلاسيكي والمودرن. بصوا هنا دي المساحة، وده القطعة بتاع الريسبشن متحددة بالرخام من تحت. بصوا التحديدة بتاعته. وهنا الشاشة وراها تجليد. بصوا تجليد الحيطة نفسها عامل ازاي، والتكييف فوق. هو بيقول التلفزيون الشاشة عالية شوية، هنزلها تحت. وكل الشاشات اللي موجودة هتنزل مساحتها أقل شوية. بصوا جمال الريسبشن، بصوا تفاصيل الجبسون بورد والإضاءة. درجات الأوف وايت بتبقى تحفة في تشطيب، بتليق على أي أساس هي. والدرجات الجري هنا السجادة في النص. وبصوا الإطار الرخامي اللي موجود ده، والنيش من الحاجات الجميله اللي بتعجبني قوي ان فكره النيش بقت اصغر. وصراحه حلوه قوي النيش بالطريقه دي، افضل من النيش الكبير جدا اللي معنى حاجات ما حدش بيستعملها. وهو عامل في النص جزء حجر جيري. النيش هنا منفصل، تقدري تحركيه، تحط البار بقى في النص او تسيبيه زي ما هو سايبه كده بشكل ديكوري حلو قوي. بصوا كمان هنا الليفينج بقى. بصوا دخلة الليفينج، بصوا تقسيمة الجبسون بورد مع الإضاءة زي بالظبط تقسيمة الرخام تحت اهي. بصوا نفس التقسيمة فوق، نفس التقسيمة على الرخام تحت. وده من الحاجات الجميلة قوي اللي هما برضو بيهتموا بيها. السفرة هنا 6 كراسي، سفرة سيمبل قوي ومختلفة وشيك، من غير تفاصيل كتير ولا قايمة ولا شغل زيادة أو بهرجة. دايما بقول في كل فيديو إن أنا مش لازم يكون عندي نفس المساحة نفس الإمكانيات، بس أكيد هخرج من كل فيديو بفكرة، بألوان ديكور، بديزاين أنا ممكن أركبه، بحاجة أنا مش متخيلة لونها على بعضها. فأعتقد الفيديوهات دي ممكن تدوكوا الأفكار دي. هنا بقى مدخل الليفينج هنا منفصل. بصوا بقى جمال الليفينج. أنا بحب الدرجات الكحلي مع الأوف وايت أو مع الجري. بصوا بقى للسجادة تحفة. السجادة لايقة جدا. بصوا هنا الحيطة من على بعد. الحيطة دي بشكل المربعات اللي هم عاملينها كده، فبتدي شكل ديكوري قوي وانت داخلة في مدخل الريسبشن اهو. الاسفل ليفنج من الريسبشن، فعاتية شكل حلو. ممكن تعمليها الوان، في ناس بيعملوا الحيطة دي الوان الوان مجنونة شوية، بتبقى منظر حلو لو في اوضة شبابي او في مدخل شقة. لكن طبعا هي هادية بالالوان الاوفايت. بالمناسبة عريس النهاردة عريسنا قبطان بحري. بصوا حاطة الستارة معمول الرمز بتاع الهلب، او مش عارفه بيسموه ايه، بس اعتقد الهلب. بصوا كده مدخل الليفينج اهو. وانتي بره كده المدخل الفيصل الرخامي حلو جدا اهو. ندخل بقى هنا على بقيه الاوض. ده الشعار بتاع شركة مهندسين مصر. بصوا جمال الريسبشن تحفة. هنا بقى من الحاجات الجميلة قوي الجزامة اللي في المدخل. هنا فيصل برضو بالرخام من تحت. الجزامة دي مختلفة. بصوا هنا بتحطي الجواكت بتاعتك اهي. بصوا الجمال، الله اعظم العز دوم الله. بتلف كده بالطريقه دي، متعلقه عليها الهدوم، او بتعمليها بالطريقه دي كده. ففكرتها حلوه جدا. لو بلاطي بقى في الشتاء او الكوت وانت داخله بتاعك، هتعلقيه بالطريقه دي. وبرده في نفس الوقت مرايه. وفي فيصل طبعا هنا لبقيه الشقه. بصوا هنا الحمام طبعا مساحته حلوه، محطوط فيه بقى دي المرايه التاتش، غالبا بيحطوها هديه على الباقات بتاعتهم. والجاكوزي هنا بتحط على باقه السوبر التر. بصوا الحمام هنا. وهنا محطوط الغسالة دي. الغسالة طبعا دي محترمة جدا. كل الأدوات الكهربائية هنا اللي جي، لكن الغسالة طبعا دي بمبلغ وقدره. بصوا الحوض أبيض في أسود، نفس درجات الألوان سيراميك أهو. والرخام. فمغيرين، بدل ما يبقى الحوض الدرجة العادية التقليدية البيج، لا هو عاملها. والمراية دي تاتش. هما في الباقات التانية او في التحديثات بقى الجديدة في الشغل بيعملوا مرايات، وانت داخلة كده من الحمام بتنور تلقائي بالاحساس كده. دي في العروض الجديدة او الباقات الجديدة للتشطيب. بصوا الباب ده كله تركي اهو.
بصوا بقى المدخل، شايفين الكوريدور او الطرقه هنا؟ بصوا نفس التقسيمه فوق في الجبسون بورد اهو، مكعبات كده في الرخام، نفس الفكرة فوق، فعاطية شكل حلو قوي او تناغم عالي جدا بينهم. والحجر اللي في الطرقة دي مع الإضاءة شكله برضو ظريف، بدل ما تبقى الطرقة بسيطة خالص، لا حاطط فيها حركات او شغل ديكوري عالي. هنا بقى تقسيمة المطبخ، هو بيقول لنا او بيدينا نصيحة ان طبعا دي التلاجة دي اكبر حجم في التلاجات، دي تلاجة برضو ال جي. عندي هنا الميكرويف الفرن، وعندي غسالة الاطباق، والغسالة غسالة الهدوم طبعا موجودة فين؟ في الحمام. وهنا الشفاط اهو، وشفاط تاني فوق الحوض، ده فوق البوتاجاز. بصوا بقى كده، هو بيقول يفضل لما تعملي المطبخ اعملي الفتحة بتاع الباب في النص عشان تقدري تستغلي الأجناب بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. شايفين بقى الجمال؟ بصوا الإضاءة، تفاصيل المطبخ حلوة قوي. واعتقد ان تشطيب المطبخ بالطريقه دي او تقفيله المطبخ بالطريقه دي هتحسي ان كل حاجات جوه المطبخ مش محتاجه حاجه اكبر من كده. حطولنا لايك لقمر النهارده، واشوف تعليقاتكم بقى على فيديو النهارده. فيديو حلو جدا، وبصراحة شغل مهندسين مصر من الشغل الراقي جدا، من الشركات الهندسية اللي بتشطب بشكل حلو قوي. بيعملوا يعني في فيلا تشطيبها عالي جدا جدا، لكن بحس ان لما بعرض حاجة كبيرة او مساحات كبيرة او تشطيبات عالية، او لو حابين اعرض لكم الفيلا دي اكتبوا لي في الكومنتات، هعرضها لكم. هم عاملين فيلا تشطيب خيالي قصر، لو حابين المستوى ده من التشطيبات اكتبوا لي. بصوا بقى اوضه النوم هنا، الماستر تحفة. بصوا الجمال، بصوا الجبسون بورد شكل مختلف اهو. يعني انا مش محتاجه احط تابلو او شكل ديكوري او ستاره او اي حاجه، لا لا لا، مش محتاجة كل ده. بصوا أوضة النوم حلوة قوي، الفرو البنك، المفرش سيمبل تركي أو بقى مفارش السوفت، حلو قوي، بسيط قوي. بصوا كمان الإضاءة، الكومود هنا هم فحروا وعملوا الإضاءة دي عشان هنا أهو، فحروا الجزء ده وعملوا إضاءة عشان يتحط هنا الإضاءة اللي حضراتكم شايفينها دي. بصوا الإضاءة فوق في الجبسون بورد، حاجات الجبسون بورد اللي ورا السرير شكله حلو قوي. وهنا التسريحة، وهنا تلاجة بار صغننة جوه الأوضة. فأعتقد إن مساحة الأوضة منظمة هنا بشكل كويس جدا، رغم إن مساحة الأوضة مش كبيرة قوي، بس انتي مش حاسة إنك مخنوقة في الأوضة، بالعكس حاسة إن الأوضة مريحة جدا وتشطيبها حلو قوي. خلاص دي الأوضة الماستر. البنكات برضو فارو هنا قدام التلفزيون شكله حلو، الرجلين بتاعته استانلس. هندخل بقى هنا على أوضة الأطفال. مساحة الشقة هنا مش كبيرة على فكرة قوي، لكن منظمة حلوة جدا، ودعوة حلوة من قلوبنا لأصحاب البيت، ربنا يهنيهم ويسعدهم. وبصوا بقى هنا أوضة الأطفال، مساحتها حلوة قوي، والمساحة بتاعتها في مساحات بين السرير وفي مساحة في الطرقة، فأعتقد إن هي مستغلة برضو استغلال صح. وده الدولاب. بصوا الورق الحائط اللي ورا والتشطيب وكمان الجبسون بورد مختلف. تمام، اتمنى ان الفيديو النهارده يكون نال اعجاب حضراتكم، استفدتوا منه ولو بفكره. هنا المفاتيح عشان هيبقى هنا في شاشه التلفزيون. تمام، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد وشقه جديده وعروسه جديده، واتمنى لحضراتكم مشاهده ممتعه باذن الله. تنسوش لايك ودعمكم لنا فيديو بارائكم وتعليقاتكم، ونقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.